الطموح يا صاحبي هو اللي غير حياتي. كنت دايما وانا في تانية ثانوي اسأل نفسي كده، انت عايز تعمل ايه في حياتك؟ عايز تعمل ايه في دنيتك؟ كلهم عمالين بيقولوا لك خش جامعة وبتاع بعد الثانوية واختار تخصص وبتاع. طب انا هختار التخصص ده على اساس ايه؟ طب انا بذاكر ليه؟ طب انا موجود هنا ليه؟ كان دايما عندي التساؤلات دي، وعشان كده يا صاحبي انا مستنيتش لحد ما اخلص ثانويه عشان اختار التخصص بتاعي. انا من وانا في ثانويه انا قررت انا عايز اعمل ايه، وقررت التخصص بتاعي هيكون ايه. الطموح بس ان انا يا صاحبي كان عندي طموح. بس اول حاجه تفكر فيها، فكر ايه الشيء اللي انت بتحبه. ان انا ما كنتش بعيشها فارغه زي باقي زمايلي. يعني باقي زمايلي كانوا لما مؤاخذة كل اهدافهم ان هم بس ياخدوا بعضهم كده يروحوا، اللي يقعد على القهوة، اللي يخرج، اللي يتفسح، اللي يجري ورا حريم. ولكن انا دايما كنت مسحول. مسحول في ايه؟ مسحول في اني افكر في الطموح بتاعي ده. الشيء اللي انت بتحبه هو بداية الطموح. يعني لما تلاقي شيء معين انت بتحبه هو ده بداية طموحك. مثال مثلا، انا لقيت نفسي بكره اي شيء علمي، اي شيء في رياضة، في علوم، في مذاكرة. انا كنت حابب اكتر ان انا اصور، ان انا اعمل مونتاج، ان انا اقعد على النت اعمل مواقع برمجة ومش عارف ايه. انا شاب عادي جدا، شاب بسيط جدا. نفس كل شيء انت مريت بيه انا مريت بيه. دخلت ثانوية، خلاص ثانوية وبعد كده كلية، شهادة. بس انا من اول ما خلصت ثانوية وانا مسحول. عايز اعمل ايه؟ من وانا في تانية ثانوي عايز اوصل لايه؟ عايز اروح فين؟ عايز انجح، عايز انجح بالعافية. اعمل ايه بقى وانا في ثانوية عامة؟ وانا في الثانوية العامة من سنة تانية، من سنة تانية ثانوي، وانا مسحول في الدروس. كنت بركب ميكروباص عادي زيك، واروح الدرس في اخر الدنيا. ما كنتش عارف ليه بعمل كده، ما كنتش عارف انا ليه بذاكر. يا ريتني كنت فاهم ساعتها زي دلوقتي، يا ريتني كنت بذاكر ساعتها. لان المذاكرة دي ليها فايدة، ده علم، والعلم ده ثقافة، والثقافة دي بتفتح المدارك وبتشغل المعفنة.